الحاجات اللي هتفرق جدا في حياتك هي حاجات انت مش مضطر تعملها. فكر فيها كده. الحاجات اللي فعلا بيكون لها الفرق الضخم في حياتك هي حاجات انت مش مضطر تعملها. مش مضطر تاكل اكل صحي، مش مضطر تحافظ على جسمك او تروح الجيم او تلعب اي نوع من انواع الرياضه او تقرا او تحضر كورس. كل دي هي حاجات اختياريه وحاجات في مساحه واسعه جدا من الوقت بحيث انك تقدر تعملها فيها، ولكن قلما تجد حد بيقدر يلزم نفسه بالحاجات دي وينتظم عليها، وده بسبب ان هو ما بيورطش نفسه. انت محتاج تورط نفسك علشان تلتزم بالحاجات دي. يعني مثلا تجربه شخصيه، انا بيبقى صعب علي ان انا اشتري كتاب ب $20 على الكندل، يعني كتاب ديجيتال على الكندل، حتى مش حاجه همسكها في ايدي، ب $20. ولكن بحاول اورط نفسي في الموضوع ده، علما باني عارف مسبقا ان ممكن فكره واحده او حاجه او معلومه اخدها من الكتاب ده يكون العائد بتاعها اضعاف، قد يصل الى مئات الاضعاف من قيمه الكتاب او سعره.